بدء ذي بدء، أنا في غاية السعادة وفي غاية الحضور ونحن نستقبلكم في فضاء أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، باحثين فيكم عن شعلة أمل من أجل أن ندفع بمسار الثقافة والفن في الجزائر إلى آفاقها الحقيقية. وأنتم ترون وضعية الفنان في الجزائر، ونحن نرى جميعا ما يعانيه الفنان سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الإداري أو حتى على المستويات الأخرى. هذا ليس انتقاصا من قيمة الفن والفنان، ولكن نعتقد في أكاديمية المجتمع المدني الجزائري أنه لم يكن هناك منبر أو هيئة مستقلة تبادر إلى جمع شمل الفنانين وإعطائهم الأدوات والآليات اللازمة من أجل التعبير ومن أجل الاقتراح ومن أجل المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات المصيرية في البلد. فالفنان في تصورنا ليس صانعا للتسلية أو صانعا للفرجة فقط، مع التسلية والفرجة من أهمية في تهذيب الذوق، ولكنه أيضا صانع للوعي وباعث للأمل ومحفز للتنمية والتقدم في البلد. نحن نسعى من خلال هذه الكوكبة الراقية والرائعة من فنانين وفناناتنا أن نسمو بالفن الجزائري بكل أصنافه وبكل ألوانه، من فنون تمثيلية إلى فنون تشكيلية إلى إخراج إلى موسيقى إلى كل الفنون المعروفة. نحاول أن نضبط إيقاعها إن صح التعبير، ويعني استلهم هذا المصطلح من الأساتذة الموسيقيين الكبار. نحاول أن نضبط إيقاع المجتمع الجزائري على ثقافة الجمال وثقافة التسامح وثقافة الرقي وثقافة الحوار. فأعتقد أن الفن في الجزائر رغم ما يحفل به من طاقات ومن قدرات وإمكانات يحتاج منا جميعا كقوى وطنية وكمنظمات مدنية مستقلة، يحتاج منا أن نلتفت إليه بعناية فائقة، ونحن نتأثر بما يحدث في المحيط العربي والإقليمي. نحن لسنا بمعزل عما يحدث في العالم من حولنا، والفنان له دور كبير وأساسي في نشر ثقافة الوعي. لا أطيل عليكم، فنحن هنا لنستمع إليكم، ونحن هنا لنشارككم يدا بيد مهمة صناعة مستقبل الثقافة والفنون في الجزائر. فقط أحب أن أقدم صورة مختصرة جدا عن أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، ما هي أهدافها وكيف وصلت إلى تأسيس أو إنشاء هذا النص. أكاديمية المجتمع المدني الجزائري مؤسسة مدنية اجتماعية اقتصادية ثقافية وطنية ذات امتدادات دولية، مستقلة تماما عن أي انتماءات حزبية أو سياسية، ليس لها أي انتماء. الانتماء الوحيد هو لثوابت وقيم ومبادئ وقوانين الجمهورية. فأنتم تعلمون دور المجتمع المدني في العالم والتأثير الكبير الذي أصبح يمارسه أو تمارسه المنظمات العالمية في صناعة القرارات الكبرى في العالم. ونحن لا نعيش في جزيرة معزولة، نحن نعيش في هذا العالم، نتأثر ونؤثر فيه. لذلك جاءت أكاديمية المجتمع المدني التي تأسست سنة 2002 بمجموعة من
الأساتذة والخبراء والأكاديميين ونشطاء المجتمع في كل ولايات القطر، تأسست بسواعد وزنود جزائريين وجزائريات، استطاعت في هذه الفترة القصيرة وهي 10 سنوات أن تؤسس تقاليد جديدة في العمل الاجتماعي. والأكاديمية بحكم قانونها الأساسي المعتمد من قبل مصالح الدولة يحق لها إنشاء مؤسسات وطنية وهيئات ومراصد ومنتديات في مختلف شؤون المجتمع واهتماماته. وقد ابتدأنا في سنة 2003 بإنشاء اللجنة الوطنية لمساعدة المساجين، وقد أشرف على تنصيبها معالي وزير العدل حافظ الإخدام آنذاك، وهي الآن مؤسسة رائدة جدا يعطى بها المثال حتى في بعض المحافل الدولية والإقليمية. أنشأنا أيضا المرصد الجزائري للمرأة، وهو من بين المؤسسات الهامة الآن التي تتشارك بقوة مع مصالح الدولة والقطاعات التي تهم الحياة الاجتماعية للمرأة، وقد أنجزت وحققت الكثير من المكاسب.